في نقطة حابب أتكلم عنها أو أنبه عليها، لقيت ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، وهي فكرة إن أنت ما بتبقاش موجود أو إن التواصل بتاعك صعب، ما حدش بيعرف يوصل لك، قافل التليفون، ما بتردش مثلًا على الرسايل أو غيره. أنت بتبقى فاكر إن ده طبيعي أو إن ده عادي، طالما يعني إحنا هنا طبعًا بنتكلم على وقت الشغل، يعني ما حدش قال لك إن أنت ترد على الرسايل بتاعة الساعة 02:00 أو 03:00، بنتكلم في الوقت الطبيعي. فحد مثلًا يقول لك طب أنت خلّصت إيه أو كده، ما بتردش غير تاني يوم أو بعدها بيومين. اللي فكّرني بالموضوع ده إن أنا كنت قاعد مع عميل من فترة، وكان قال لي إن في شخص هو شغّال معاه، جودة الشغل بتاعته كويسة جدًا، بس ما بيدّوش updates، يعني من الآخر مش بيطمّنه، ما بيعرفش إحنا وصلنا فين، فاضل لنا قد إيه أو كده، لكن لمّا بيسلّم الشغل بيبقى كويس. بس المشكلة إن إحنا بنبقى فاكرين إن طبعًا خلاص أنا باسلّمك شغل، أنت عايز إيه تاني؟ لأ، ما هو أنت الupdates اللي أنت بتدّيها دي العميل بيبني عليها حاجات أو الشركة بتبني عليها حاجات، بتعمل اتفاقات مع ناس تانية وهكذا، فأنت لازم تبقى يعني في تواصل كويس جدًا مع العميل. يعني عايز أقول لك إن لو أنت بتتواصل كويس وبترد بسرعة ويعني الحتّة دي عندك كويسة، ممكن يفضّلوك عن حد شغله يمكن أعلى منّك، بس التواصل بتاعه صعب. فالفكرة اللي خلّاني أتكلّم عن النقطة دي النهارده إيه، إن لقيت ناس كتير فعلًا مش واخدة بالها منها، يعني فكرة الcommunication فعلًا لازم تبقى سريعة بقدر الإمكان، ما حدش قال لك إن أنت تسيب كل اللي وراك وترُد أو كده، بس على الأقل يعني كل يوم الصبح تدّي الupdates بتاعتك. أنا عارف في الشركة بيبقى في stand up meeting أو كده، بس أنا باتكلّم لو أنت شغّال freelance مع عميل، كل يوم الصبح، كل يومين تقول له والله خلّصت كذا، فاضل كذا، لو في أي blocker بالنسبة لك بتبلّغه. يعني تبقى متابع معاه، الموضوع ده يعني بيبقى حتى كويس ليك، لإن بيشيل headache عليك إن هو كل شوية يقول لك طب إحنا خلّصنا إيه أو فاضل إيه، لأ أنت بتدّي له الupdates دي على طول، وبتعرّفه إحنا وصلنا فين، بالتالي هو هيكمّل شغله ويبقى عارف الproject نظامه إيه. فالنقطة دي حاول تهتم بيها قدر الإمكان. أنا عارف في ناس ما بتردش على الواتساب باليومين وال3 وال4، بس في الحتّة دي لازم تبقى critical شوية، لازم تاخد بالك منها جدًا، لإن فعليًا مع الوقت بيتبني عنّك صورة مش كويسة. حتى زي ما باقول لك لو جودة الشغل كويسة وممتازة، بس هو مش عارف يوصل لك، فحصل مشكلة لا قدّر الله ما حدش عارف يوصل لك، فيقول لك لأ، يعني خلّيني في حد أعرف أتواصل معاه. وعشان كده في عُملا كتير بيحبّوا يشتغلوا مع freelancers أكتر من شركات، لإن الشركات التواصل معاها بيبقى صعب شوية، الprocess بتاعتها بتبقى طويلة أو صعبة، فالfreelancer بيبقى الدنيا سهلة شوية. بس طبعًا يعني لازم تبقى حاطط حدود، تقول له والله أنا هابقى موجود كل يوم من الساعة كذا للساعة كذا، هابقى available معاك، لو في أي حاجة كلمني وأنا هارُد عليك على طول في وقتها. ده مش معناه إن إحنا طبعًا نرُد بالليل متأخر أو الكلام ده، لأ إحنا بنتكلم في الأوقات الطبيعية، فلازم تاخد بالك من النقطة دي، اشتغل عليها. لو الموضوع بالنسبة لك صعب، اشتغل عليه، لإن فعلًا ده بيأثّر في التقييم جدًا بتاعك، سواء كنت في شركة أو مع عميل. فحبيت أنبّه على النقطة دي، لإن لقيت ناس كتير مش واخدة بالها منها، اللي هو فاكر عادي طب ما أنا باسلّمك الشغل أنت عايز منّي إيه تاني؟ لأ، لازم تبقى مطمّن العميل، ودي نقطة فعلًا أنا خدت بالي منها كويس جدًا، فحبيت إن أنا أتكلّم عنها، وإن شاء الله يعني تكون يعني فادتكم وتخلّيكم تاخدوا بالكم من الموضوع ده.